لو سألتك مين هو مخترع الزجاج أو القلم الحبر اللي بنستخدمه يوميا أو الساعة اللي في إيدك دلوقتي، هتقولي أكيد عالم أجنبي أو إغريقي أو حتى يوناني. لكن لو قلتلك اللي اخترع الحاجات دي كلها وكمان أكتر هو عالم مسلم، واللي قدم لنا كتير من الاختراعات واللي بنستخدمها بشكل يومي في حياتنا، هو العالم العبقري عباس ابن فرناس، صاحب أول فكرة طيران في التاريخ، واللي نفذها فعلا بمحاولة فاشلة إلى حد ما منه. اتولد ابن فرناس سنة 810 ميلاديا في مدينة قرطبة الأندلس، وهو من أصل أفريقي مش أسباني زي ما كل الناس فاكرة. عاش في عصر الأمويين، وكان من أكتر الناس المقربة لقصر الخليفة وقتها، وهو الحكم ابن هشام، لدرجة إن الخليفة عينه المدرس الخاص لحفيده. حصل ابن فرناس على شهرة كبيرة جدا في الأندلس وبين الحكام والعامة، لدرجة إنهم لقبوه بحكيم الأندلس. ابن فرناس كان ليه اختراعات في أكتر من مجال، زي مثلا الفلك والكيمياء والفلسفة واللغة والموسيقى، وأكتر من كده كمان، لأن ده اللي وصل لنا رغم ضعف المصادر والعلوم اللي اتنقلت لنا في العصر ده. ابن فرناس هو أول من اخترع الزجاج الشفاف، وكمان هو اللي اخترع النظارات الطبية، وعمل طريقة لتقطيع أحجار الكريستال واللي ما كانش حد عارفها في الوقت ده غير المصريين. يعني اللي كان عايز يقطع أي مجوهرات كان بيبعتها على مصر. بس الاختراع ده مات بموت ابن فرناس. كمان هو أول من اخترع القنبلة المسيلة للدموع، واللي كان بيستخدمها الخليفة في اقتحام الحصون في الفتوحات. كمان قدر إنه يرصد الكواكب والنجوم، وده عن طريق آلة هو اخترعها اسمها ذات الحلقة، فيها أكتر من حلقة بتمثل دوائر الطول والعرض الكونية، والآلة دي ساعدت في فهمنا للنظام الكوني لحد النهاردة. اختراعات ابن فرناس ما وقفتش لحد كده، بل إنه عمل قبة جوه بيته وحط فيها مجسمات للنجوم والقمر والشمس، وكمان بعض الظواهر الطبيعية زي المطر والرياح وغيرها، وكان بيصنعها عن طريق آليات بتشتغل في غرفة تحت القبة، ومحدش عارف لحد النهاردة هو كان مشغلها ازاي من غير كهرباء، وكانت مفتوحة للزوار والمهتمين بالعلم. وقدر إنه يبني للخليفة نافورة بتشتغل بنظام إعادة تدوير المياه، واللي العالم كله بيستخدمها لحد دلوقتي. وأحب أقولك إن الاختراعات دي ما تجيش حاجة في اللي عمله ابن فرناس، وده بسبب ضعف المصادر اللي وصلت لنا عن الفترة دي، لكن دي كانت أهم الاختراعات اللي عملها. ولو جينا لأهم اختراع اشتهر بيه ابن فرناس، وهو محاولته للطيران واللي ما ماتش بسببها ولا حاجة. ابن فرناس كان بيراقب حركة الطيور وحاول إنه يقلدها، وبالفعل صنع بدلة كاملة من الريش بجناحين عشان يطير بيها، وكان وقتها في الستينات من عمره، وفعلا طار لمدة 10 دقايق كاملين حسب الروايات. لكن المشكلة هنا ما كانتش في الطيران، بل في محاولته للنزول، وهو بيحاول ينزل فقد التوازن بتاعه، وده بسبب انه ما كانش فيه ديل للبدلة اللي كان عاملها، وعرف وقتها ان الديل مهم جدا في عملية التوازن واثناء الهبوط. وعاش بعدها تقريبا اكتر من 11 سنة، كمان كتب المذكرات بتاعته. بس التجربة دي ما عملهاش بالصدفة، دي كانت بناء عن دراسات وتجارب لسنين طويلة، وكانت حدث للمدينة بتحكي فيه لسنين طويلة. لكن بسبب سخرية وتريقة الناس عليه خلت ابن فرناس ما يكررش التجربة دي تاني، خصوصا ان كان في كتير من الحاقدين عليه وبيحسدوه على العلم اللي عنده، وده اللي خلاهم يتهموه بالسحر والجنون، بل ان الموضوع تطور لحد اتهامه بالكفر. فجأة وابن فرناس بيصلي في المسجد الجامع في قرطبة قبض عليه، وهنا واجه ابن فرناس محاكمة قدام الناس كلها، واللي قيل إنها استمرت لعدة أيام. سمع فيها ابن فرناس شتايم واتهامات عقلك ما يقدرش يتصورها، واتهامات سببها الوحيد إنه مميز عن اللي حواليه وبيقدر يفكر. لكن المحكمة في الآخر برأت ابن فرناس من التهم الموجهة ليه. لكن تخيل معايا كده، راجل كان ملقب بحكيم الأندلس فجأة يتهموه بالكفر والجنون والسحر. الحاجات دي كلها سببت لابن فرناس أزمة نفسية واكتئاب، وكتب مذكراته وانعزل عن الناس لحد ما توفى. مات وهو عنده 77 سنة، وساب للناس بعده علم واختراعات قدرت إنها تفيد البشرية لحد النهاردة، واللي اتسرقت من ابن فرناس واتنسبت لعلماء ما يعرفوش عنها أي حاجة. رحم الله العالم العبقري المسلم عباس ابن فرناس. كان معكم محمد صلاح. السلام عليكم.